السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي المتابعين. في الحقيقة في تصويب لابد منه في بداية هذا الفيديو. أنا الفيديو اللي فات قلت إن اللي وضع بند ال8 سنوات هو الكابتن طاهر أبو زيد، ولكن الحقيقة أنا خانتني الذاكرة لأن اعتمدت على ذاكرة في هذا الأمر. مفيش قدامي سكريبت مكتوب ولا حاجة. الحقيقة إنه البند ده كان اللي وضعه حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة قبل تغيير المسميات. والكابتن حسن صقر كان زي ما حضراتكم عارفين وكيل نادي الزمالك الأسبق، وكان لاعب كرة اليد بالزمالك الأسبق أيضا. اللي جه بعد كده المهندس العمري فاروق ما غيرش حاجه في البند ده، وجه طاهر ابو زيد برضه ما غيرش حاجه في البند ده. لكن طاهر ابو زيد كان له وقعه تانية. يعني احنا لو تفتكروا حضراتكم انه الله يرحمه الكابتن صالح سليم توفى سنه 2002، وكان لسه في سنتين باقيين في عمر مجلس اداره النادي الاهلي. فاستكمل المجلس بنفس القوام اللي موجود برئاسة الكابتن حسن حمدي. وسنة 2004 جدد أعضاء النادي الأهلي الثقة في الكابتن حسن حمدي لتولي رئاسة النادي الأهلي لفترة تالية لحد سنة 2008، وأيضا من 2008 ل 2012. كده بند ال8 سنوات كان ينطبق على النادي الأهلي إنه ما يكملش، لكن صدر قرار في هذا الوقت في ذاك الوقت ان الكابتن حسن حمدي ومجلس ادارته يكمل سنتين كمان، يعني تمديد لمجلس الاداره. كانت واقعة طاهر ابو زيد انه كان عايز يوقف قرار المد وينهي عمل مجلس الاداره. دي كانت المشكله اللي كانت تتعلق بالكابتن طاهر ابو زيد، فحصل عندي خلط. لكن ايامها رئيس الوزراء حازم الببلاوي اوقف قرار الكابتن طاهر ابو زيد، واستمر مجلس اداره النادي الاهلي في اداره النادي لحد سنه 2004. وتم تطبيق اللائحه اللي هي التعديل الجديد في قانون الرياضه، البند اللي هو بند ال8 سنوات تم تفعيله، وفقد النادي الاهلي قياده ناجحة برئاسة الكابتن حسن حمدي والنائب الكابتن الخطيب. وتولى لمدة 4 سنوات الكابتن أو المهندس محمود طاهر، حتى عاد الكابتن الخطيب سنة 2008 لحد سنة 2018، واستمر ل 2022، ثم استمر بعد كده لفترة ولاية تانية لرئاسة النادي الأهلي ولحد هذه اللحظة اللي احنا فيها. عايز أقول لحضراتكم إنه بند ال8 سنوات، النقطة اللي كنت بتكلم فيها المرة اللي فاتت، إنه مخالف للمواثيق الدولية، وممكن يعرض الكرة المصرية لمشاكل جمة، لأن المواثيق الدولية بتنص على استقلالية الهيئات الرياضية والأندية الرياضية. الجمعيات العمومية هي صاحبة الإرادة في مثل هذه الأمور. ويعتبر كون إن وزير ينزل بند زي ده أو الحكومة عموما، يعني فده بيعتبر نوع من التدخل في الرياضة، وده ممنوع في المواثيق واللوائح الدولية والأولمبية. بند ال8 سنوات كمان بنقول إن هو مبرر الناس اللي بتأيده، إنه يعني معمول أو موضوع على أساس إنه يتيح الفرصة لكوادر جديدة. احنا بنقول إن الكوادر الجديدة قادرة بكفاءتها وعملها على انها تتبوأ مكانها، من دون ان انا اطلق الرصاص على مجالس الادارات اللي تم اختيارها بإرادة الجمعيات العمومية بدعوى ان هم قعدوا 8 سنين وان ده بيقفل الباب. طيب ما هو 8 سنين وهتقعدوا كمان 4،
وتيجي بعد كده يجي تاني يرجع هو نفسه. يعني المسألة مش مسألة سن ومش فتح باب لكوادر جديدة ولا حاجة. الكوادر الجديدة تحتاج إلى الخبرات، وتحتاج أن تعمل في إطار خبرات زي خبرات مثلا حد زي الكابتن الخطيب ومن يشابهه، بينقل خبراته للشباب، وبعد كده الفرصة بتجيلهم. يعني هي مش مسألة سن ومش مسألة ده قعد خدت 8 سنين وده 12 سنة. احنا بنشوف على المستويات الدولية رؤساء أندية مستمرين لأكثر من 20 سنة. الاختراعات، ما فيش الاختراعات اللي بتحصل عندنا دي. على أي حال، أنا أعتقد أن مجلس النواب يعني الأمر هيقف عندهم وهيبقى فيه مراجعات، وخاصة أن اللجنة الاستشارية بمجلس الوزراء شايفة أن ده بند مخالف وممكن يعمل إشكالية للكرة المصرية. واعتقد ان الكلام هيبقى فيه كلام كتير جدا في هذا الصدد، وان لمنتظرون. ننتقل لحاجة تانية مهمة يا جماعة. انا يعني مش قادر امنع مخاوفي من حاجة كده تاريخية في بالنسبة لبطولات لمشاركات الاهلي في البطولات الافريقية، ومش بصدر القلق للجماهير، ومش بعدم الثقة في فرقتنا ولا حاجة. احنا بعد التعادل مع الهلال في مباراة كان يجب أن تنتهي بثنائية أو ثلاثية على الأقل لنلعب بأريحية هناك في موريتانيا. لكن اللي حصل اللي احنا شفناه في الماتش خلاص، يعني الناس اتكلمت واتكلمنا بما فيه الكفاية. أنا بس في حاجة قلقاني وما قدرتش، يعني مش قادر ان انا اخفيها الحقيقه. يعني النادي الاهلي سنه 2005 و2006 حصل على دوري ابطال افريقيا. انا فاكر اني قريت يعني في احد المواقع الشمال الافريقي، او الامانه مش متذكر، لكن انا فاكر كويس قوي ان قريت حاجه زي كده، ان سيف بلاتر كان موجود في مباراة 2006، وحد جنبه سمعه بيكلم عيسى حياته لما حصل الاهلي على البطولة، وقال له هو انتوا ما فيش في افريقيا غير الفريق الاهلي؟ فمعرفش هل دي كانت رسالة فهمها عيسى حياته وبناء عليه حصل اللي حصل بعد كده، ولا هي جت مصادفة. لكن يعني احنا بنقول ان الصدفة لا تتكرر. يعني الاهلي حصل على بطولة دوري ابطال افريقيا سنة 2005 و2006، وتم منعه من الحصول على بطولة دوري الابطال سنة 2007. الاهلي لاعب النجم الساحلي في سوسة، ومحمد بركات كان له ضربة جزاء. لو نتذكر الراجل الكاميروني، الحكم الكاميروني تقريبا كان اسمه رافائيل على ما اذكر، يعني محمد بركات اتعرض للجذب من الشرط لدرجة ان الشرط يعني اتخلع في ايد المدافع التونسي. ففاجئنا الحكم ان هو بدل ما يدي الاهلي ضربة جزاء بيشهر الكارت الاصفر لمحمد بركات وبيحرمه من لعب المباراة النهائية في القاهرة. وفي المباراة النهائية في القاهرة فوجئنا بالحكم العرجون عبد الرحيم العرجون المغربي مضيع الدنيا خالص، وبيحرم الاهلي من ضربة جزاء صحيحة 100% لمحمد ابو تريكة واحمد شديد قناوي، وبيطرد عماد نحاس. والمهم الراجل تحكم تماما في النتيجة وقدر ينقل البطولة لفريق النجم الساحلي عشان الاهلي ما ياخدهاش لثالث مرة. وبعد كده الاهلي خدها سنة 2008، يعني كان المفروض الاهلي هياخد البطولة لأول مرة في التاريخ الافريقي ان نادي يحصل على البطولة 4 سنوات. سنة 2020 و2021 الاهلي خد دوري الابطال مرتين، وللاسف الشديد اتكررت نفس الحكايه. بيحرم الاهلي بقصه الوداد، وبيحرم الاهلي من البطوله للمره الثالثه بعد القصه بتاعه الجواب والفيلم الهندي اللي كان حصل ده. فانتوا ايه راي حضراتكم؟ انا قلقان وربنا يستر.